عمرو عيط، عمرو النهارده عيط لانه عمرو كان عنده امل. السلام عليكم. عمرو أديب ينهار ويصور غضبا في مرتضى منصور بعد فوز الأهلي على الزمالك، ويفاجئ إمام عاشور بهذا التصريح. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز النادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على الزمالك في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، فقد صرح عمرو أديب وقال: أنا يا جماعة لسه بفتح التلفزيون وبقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألاقي حسين الشحات رزع جون في الزمالك في أول دقيقة كده على طول. أنا ما صدقتش نفسي غير لما شفت مدحت شلبي عمال يهيص ويزيط إن حسين الشحات جاب جول، وبعدها بشوية صغيرين لقيت كورة قفشة في العارضة، ومدافع الزمالك شال كورة كهربا من على الخط. كل ده يا جماعة في أول 20 دقيقة من الشوط الأول. بصراحة الأهلي ظبط الزمالك النهاردة، وأنا كنت سامع نغمة كده من ميدو ومن مرتضى منصور والجماعة الزملكاوية إن في أمل إن الزمالك يفوز على الأهلي. ده انتوا بتحلموا بقى. والنهاردة الزمالك لبس أزرق عشان طبعا اللون الأبيض انتوا عارفين الأهلي بيعمل في إيه، ولبسوا النهاردة أزرق زي ما لبسوا في السوبر اللي اتلعب في الإمارات، وبرضه الأهلي فاز عليكم بالأزرق. يعني نلبس إيه تاني بعد كده يا مرتضى يا منصور؟ تلبسهم اسود او اصفر؟ ما هو ده اللي ناقص. والله يا جماعه ما ودى الزمالك في داهيه غير مرتضى منصور. مرتضى منصور دوت اللي باع طارق حامد، واللي باع امام عاشور، واللي باع ابو جبل، واللي باع كل اللاعيبه ديت. والله مرتضى منصور هو اكبر ممول للنادي الاهلي. ده هو اللي عطوهم كهربا، وهو اللي عطوهم امام عاشور، ولسه مصطفى فتحي. ده انت ايامك اللي جايه كلها سواد يا مرتضى يا منصور، والاهلي اداك على قفاك في صفقه امام عاشور، وهيعلن الليله او بكره بالكتير عن اتمام الصفقة. والدور الجاي على احمد فتوح اللي لسه ما جددش لحد دلوقتي، وانا عارف ومتأكد ان احمد فتوح ماضي في النادي الاهلي. والله لو منك اروح النادي الاهلي، هتلاقي بطولات وهتلاقي كل حاجة حلوة. احسن لك يا ابني من عزبة مرتضى منصور. والله يا جماعة انا لو جالي عقد في الاهلي لا هروح على طول. انا بصراحة بحب النادي الاهلي، وكنت والله بشجع الاهلي قدام الزمالك بالعند في مرتضى وعياله وميدو اللي عمالين ياكلوا عيش على حساب الزملكاوية. وفي النهاية لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.